تريزيجيه وحمدي فتحي هينضموا في الفترة اللي هي بعد يناير. التعاقد لما يفتح تاني بعد يناير الاهلي هيجيب حمدي فتحي وهيجيب تريزيجيه. خبر عاجل وحصري في نادي الاهلي، الكابتن محمد رمضان تواصل بشكل شخصي مع اللاعب حمدي فتحي واللاعب تريزيجيه قبل التفاوض مع ناديهم، وحصل بالفعل على موافقة الثنائي لانضمامهم لنادي الاهلي للمشاركة في كاس العالم 2025. كريستيانو ينضم النادي الاهلي وارد، كل ده هنعرفه بعد يناير، بعد التعاقد بتاع يناير دوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من تايم الأهلي. يلا على طول اضغط لايك واعمل اشتراك عشان الحلقة دي بجد نار. الحلقة دي فيها جميع صفقات الأهلي اللي تعاقد معاهم بشكل رسمي في يناير المقبل، في طبعا لتدعيما لصفوف خطوط نادي الأهلي في كاس العالم 2025. طبعا بعد سمعان القرعة بتاعة كاس العالم طبعا، وأول مباراة هتكون مع انتر ميامي ضد ميسي والأهلي. كابتن محمد رمضان تواصل بشكل شخصي مع حمدي فتحي وتريزيجيه، وكمان خد الموافقة بشكل شخصي مع الاتنين دول لانضمامهم للنادي الاهلي قبل ما يتكلم مع النادي بتاعهم، وقبل ما يعمل تفاوض، وقبل ما يقول اي حاجة. شاف الاتنين او سمع من الاتنين ان هم حابين ينضموا في نادي الاهلي. لو مش في يناير اللي جاي ده هيكون قبل كاس العالم باسبوع. التعاقد هيفتح زي ما احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت. رئيس الفيفا اعلن بكده ان اي نادي ليه الحرية او يقدر يتعاقد مع اي حد من اللعيبة في الفترة اللي هي قبل كاس العالم باسبوع. حمدي فتحي خلاص وتريزيجيه خلاص، كابتن محمد رمضان خد الموافقة عليهم بشكل مبدئي. النادي بقى هيبدأ يتحرك، هل هو محتاجهم في يناير اللي جاي ولا محتاجهم بس تدعيما لبطولة كاس العالم 2025. طبعا هنقول لكم بس كده تفاصيل عن رئيس الفيفا قال ايه. رئيس الفيفا يعلن عن بند جديد في بطولة كاس العالم الأندية، وهو نظام الإعارة الاستثنائية خلال البطولة. البند ده بيسمح لكل نادي انه يضم 5 لعيبة مهما كانت جنسيتهم. يعني تقدر تضم 5 لعيبة حتى لو انت، يعني الاهلي هو مش هيقدر لو هو عنده 5 اجانب فدلوقتي مش هيقدر يجيب لعيبة تانية اجانب. فقبل البطولة لو انت عندك ال5 ممكن تجيب 5 زيهم وتلعب، مفيش اي مشكلة. يعني تلعب ب10 اجانب عندك في الفريق. ده بند رئيس الفيفا حطه. اكمل لكم بس البند. 5 لعيبة مهما كانت جنسيتهم على سبيل الإعارة لمدة شهر للمشاركة البطولة. يعني تجيبهم لمدة شهر فقط وترجعهم تاني للنادي. ده اللي احنا اتكلمنا فيه وقلنا ان رئيس الفيفا قال هنفتح لكم التعاقد بتاع الأندية اللي مشاركة بس، يعني ال 32 فريق اللي مشارك في بطولة كأس العالم هيفتح لهم التعاقد. واي نادي مش قادر يجيب لاعب بامكانيات مثلا لاعب كبير مثلا او لاعب المبلغ بتاعه عالي عن ميزانية النادي، ممكن تجيبه شهر واحد. مش هتدفع له كتير، انت هتدفع له راتب شهره. يعني مثلا اللاعب بياخد في الشهر مثلا 2 مليون او 3 مليون. ال 3 مليون دول اللي انت هتدفعهم له في الشهر يلعب معاك البطولة وياخد جوائز البطولة ويتكل على الله ويرجع النادي بتاعه تاني. ده اللي قاله رئيس الفيفا. هو حط البند ده علشان كريستيانو يلعب في البطولة. خدوها مني والله، علشان كريستيانو يلعب في البطولة. هو ميسي شارك خلاص بالكوسة وحطوه عشان الفريق المضاف في البلد، يعني عشان هتلعب البطولة هتتلعب في امريكا، فحطوا انتر ميامي وعشان يلعب الاستاذ ميسي فيها. فالبند ده محطوط يعني مخصوص كده
علشان كريستيانو يتعاقد معاه اي نادي ويلعب في البطولة. كريستيانو هيجي الاهلي، وارد كل حاجة تحصل. احنا اتكلمنا في الموضوع ده، لو دخلت على الصفحة عندي دلوقتي هتلاقي انا متكلم عن صفقة كريستيانو فوق ال10 فيديوهات او ال12 فيديو. كريستيانو وارد جدا يجي نادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب بيفكر. هو الكابتن تركي الشيخ، المستشار تركي الشيخ عرض على الكابتن محمود الخطيب قبل كده ورفض، وده كلام انا مش بقوله اي كلام، ده كلام حقيقي. دلوقتي الكابتن محمود الخطيب لما سمع البند بتاع رئيس الفيفا ده، فكر ان هو وارد ان هو يجيبه ويتعاقد معاه شهر فقط ويرجع تاني نادي النصر السعودي. وارد كل حاجة تحصل، وارد كريستيانو ينضم النادي الاهلي، وارد. كل ده هنعرفه بعد يناير، بعد التعاقد بتاع يناير دوت. هنشوف الاهلي هيتعاقد مع مين، ونشوف كمان حمدي فتحي وتريزيجيه الاهلي محتاجهم فعلا في يناير ده ولا مش محتاجهم في يناير ده، عشان خاطر يشوف اولوية اللعيبة اللي بعد كده. طبعا معانا بقى حاجة تانية في تخص يعني كاس العالم. طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ بيأكد على ان الاهلي لازم يضم محمد علي بن رمضان في طبعا تدعيما في صفوف نادي الاهلي في كاس العالم. الكابتن سيد عبد الحفيظ قال لك لازم الاهلي يتحرك باقصى سرعه على اللاعب محمد علي بن رمضان، ويفتح معاه التفاوض تاني من جديد عشان ينضم النادي الاهلي. هو شايفه الكواليتي بتاع اللاعب حلو وهيفيد النادي الاهلي، فعشان كده اتكلم وقال. طبعا الاهلي بالتعادل بتاع افريقيا اللي فات بقاله 26 مباراة بدون هزيمة في افريقيا. طبعا ده يتحسب كابتن مارسيل كولر اللي هو ماشي في افريقيا كويس، وبقاله 26 مباراة ما اتهزمش. طبعا مش كلهم فوز وتعادل، لكن ما شافش هزيمة. طبعا زي ما احنا اتكلمنا وقلنا على اللاعب حمدي فتحي، معانا برضو حاجة لحمدي فتحي وتريزيجيه. قال لك لو الاهلي اتفاوض معاهم او اللعيبة خلاص ادت الموافقة للكابتن محمد رمضان، قال لك في حالة الوصول الاتفاق مع أندية الثنائي ستكون التعاقد معاهم في الأسبوع الأول من شهر يونيو. طبعا خلاص يعني الخبر دوت اللي هيأكد لكم إن تريزيجيه وحمدي فتحي هينضموا في الفترة اللي هي بعد يناير. التعاقد لما يفتح تاني بعد يناير، الأهلي هيجيب حمدي فتحي وهيجيب تريزيجيه، طبعا تدعيما في البطولة بتاعة كاس العالم. الاهلي عايز يلم او عايز يضم لعيبه كتيره جدا في البطوله ديت علشان يستفاد باكبر يعني اكبر مكافآت في البطوله. لو عديت المجموعات ليها مبلغ اكتر، عديت الدور 16 ليها اقوى، يعني ليها فلوس اكتر. فالاهلي بيحلم بحته زي دي. هو احنا مش حاطين املنا في البطوله ان احنا ناخد البطوله، احنا بنعدي مرحله مرحله. احنا كاهلاويه عارفين جدا البطولة دي صعبة، وعارفين جدا المجموعة اللي احنا فيها صعبة، فعشان كده هنعدي مرحلة مرحلة. نعدي بس أول مباراة بتاعة الافتتاح، بعد كده نطمع في بعد كده. فاحنا مش طمعانين في بعد كده غير لما نخلص اللي في ايدينا الأول. بس كده. لو انت وصلت لحد هنا ما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وكمان انتظرونا في حلقة بكرة إن شاء الله، واعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك وفعل زر الجرس، ولو ما عملتش كده طبعا كل ده على دماغي. وفي النهاية شكرا لدعمكم، واشوفكم بكرة ان شاء الله. السلام عليكم.